بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، اليوم رجعنا لكم بطبخة جديدة وهي المحلبي بالوفل والكريمة. مكوناته هي نجيب الوفل ونصفطه بالبايركس تقريبا 6 قطع، ونجيب الكريم وندهن الوفل بالكريمة، دبل كريمة يكون كريمة ثخينة أو القيامار، وندهنه جيدا نكون. هسه هذا جهزناه. نجيب 3 أكواب حليب، نقيسهن نخليهن بالجدرية، هذا 1 وهذا الثاني، ونجيب الثالث انه بعدها، ونخليه بالجدرية. هذا عندنا قشطة، نضيف له ملعقة أو ملعقتين حسب الرغبة، لأن إذا خلينا أكثر يصير دسم قوي. أنا اكتفيت بملعقة كبيرة ضفت له، وهنا النشا، كل كوب حليب نخلي له ملعقة من النشا، وهم حسب النشا، هم إذا ما صار ثخين تقدرون تضيفون بعد ماي بارد وتضيفونه عليه، تخلطونه بماي بارد وتضيفونه. أنا قست كل كوب حطيت ملعقة. هسه هنا أمزجه وهو بارد على يتكتل النشا، أمزجه جيدا، ونوب أشعل النار هنا وأخوط، أظل أخوط كل خوط مستمر أحرك بيه. هنا ضفت له 4 ملاعق سكر، أضيف له ماي وارد ملعقة تقريبا، وأخوطه حركه كم دقيقة وأشيله. هسه هنا جهز عندنا، راح النوب أصب. صبينا بالبايركس على يطفح بالكمتشة شوي شوي نضيفه، وهنا النوب زيناه بالفستق والجوز وأصبح جاهز، ونخليه يبرد. تريدون تخلونه بالثلاجة بعد أطيب ليلة كاملة. وبالعافية علينا وعلى عيونكم، ودعمونا بسبسكرايب وشير ولايك حتى نرجع لكم بطبخة جديدة، ونشوفكم بألف خير. مع السلامة.